وبعد كده ندخل في الاسئله. مايك معاكم، اتفضلوا. آه انتوا مش شايلين الرد يا جماعه؟ طيب ما هو ده المفروض، ده احنا عندنا اشرف وريستارت والجماعه كلهم. طيب خير ان شاء الله. المايك معاك يا فريدة. مايك معاك يا دكتور علاء، اتفضل. مساء الخير جميعا. وانا سعيد بيكم جدا، وسعيد يعني طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انت الكونكشن مش عارف عندكم عامل ايه، بس احنا سمعنا مساء الخير جميعا وانا سعيد بيكم. ده كل اللي سمعناه. ف ان شاء الله يكون الكونكشن احسن. سمعنا يا فريدة؟ دكتور علاء سمعنا؟ اكتبوا واحد طيب لو سمعنا. لاك مايك. very good voice. طيب تمام. نعملي لاك للمايك يا فريدة. اما تكونوا جاهزين اكتبوا لنا واحد. اوكي ان شاء الله تكونوا سمعنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب واحد، اتفضلي معاك المايك. اتفضل يا دكتور. كده في صوت يا بنات؟ كده في صوت؟ طب الحمد لله الحمد لله. انا سعيد بيكم. اتكلمت الحقيقه فتره طويله بس كنت عارف ان الناس مش شغال. انا سعيد بيكم جدا، وزي ما قلت يعني اعتقد ان انا مهتمين جدا بالثوره المصريه العظيمه وبنحاول نحافظ عليها. كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي في كل دقيقه هيحدد مستقبل بلدنا لسنوات كثيره قادمه. في بعد الثورة حصلت ثورة مضادة زي ما انتوا ربنا الكريم متابعين. العناصر اللي هي كانت مش لطيفة بالنظام الساقط بتحاول بقدر الامكان بعد محاولة انها توقف الثورة ما قدرتش، فبتحاول دلوقتي انها تقلل الانجازات بتاعت الثورة بقدر الامكان، يعني اللي هم عايزينه واللي كان للأسف يعني الدكتور بيسعى إليه لغاية دلوقتي الناس كانت بتسعى إليه، هو إنك أنت بعد فترة تحس كأن أسرة تجارة اتوفت كلها في حادثة عربية، بينما كل الموضوع زي ما هو. فدي المعركة الحقيقية اللي بياخدها المسؤولين دلوقتي، وأكيد إن أنتوا معانا ومتابعين معانا. طيب اتفضل اتفضل اطرحها، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الكل شاف اللقاء بتاعك مع احمد شفيق وكان في جرأة عالية جدا. فاسمح لنا اللي انت اتبعته مع احمد شفيق مع الفارق طبعا، لان انت كنت بتدافع عن
بتدافع عن راينا. انت اتكلمت اللي احنا هنقوله. انت هتكون، انا هكون يوم الجمعه وهستقالتك في البدايات يعني هنقدر طول جاي لك من ري يا ترى اسلوب حضر المقابله مع هي الديمقراطيه اللي احنا نوصل لها في مؤيدين كل اسلوب واحد منهم وفي شافوا ان الى حد. انا هالاسئله اللي ويا ريت لو اكتبي بس يا فريد سمحتوا وقت ما تعود على الاسئله. في سؤال جاي لحضرتك جاي الاجابه؟ طيب اتفضل.